الإلحاد. سمعنا كتير عن الموضوع ده لدرجة إن عملوا فيلم عن الملحدين. الملحدين ناس مش معترفة بوجود ربنا. قصتنا النهاردة عن شاب كان متدين وملتزم، خسر حاجة غالية عليه. الحزن اتملك منه لدرجة إن حياته كانت بتنتهي، لحد ما حصلت حاجة غيرت مسار حياته. كان ملحد بس ظاهر للناس الشيخ اللي بيعالج من المس والسحر. كان عنده هدف لازم يوصله، هدفه هو. كمل القصة للآخر علشان تعرف حكاية الملحد. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. القصة بتبدأ إن في يوم كنت سايق عربيتي ومروح من الشغل بالليل، وفي وسط الطريق العربية عطلت والمكان كان كله ضلمة. قلت أنام من الصبح وربنا يحلها، كلها ساعتين والنهار يطلع. ونمت، فتحت عينيا والدنيا منورة حواليا، لكني بلمت من الصدمة. أنا في طريق غريب وفي على شمالي مقابر، معرفش أنا فين ولا أنا وصلت لهنا إزاي. نزلت من العربية يمكن ألاقي حد. اتمشيت شوية لحد ما لقيت واحد باين عليه إنه كفيف، بيعيط بحرقة وبيقول: ليه كده يا ابني؟ بعدت عن طريقه ليه؟ هي دي آخرتك، تحت التراب، ودلوقتي هتتحاسب بذنب لا يغتفر. أنا ليل ونهار بدعيلك ربنا يغفر لك، بس أنا ما بقتش قد الأصوات اللي بسمعها خارجة من قبرك ده يا ابني، والله أنا ما قدها. وفجأة وقع على الأرض. جريت عليه وأنا بقول له: سلامتك يا حاج، سلامتك يا أبويا. الراجل انتبه لي والدموع بتنزل من عينيه بغزارة وقال لي: أنا ماليش ولاد، ماليش ولاد، ابني مات ودلوقتي تحت التراب، واللي جاي عليه أصعب، اللي جاي عليه أصعب. كان منهار جدا. في اللحظة دي اتدخل واحد في الحوار وقال: روح لبيتك ومراتك يا عم محمد، انت راجل كبير وحرام فيك البهدلة دي. رد عليه الراجل وقال له: لله الأمر من قبل ومن بعد، ومشي. وقبل ما الراجل يسألني انت مين، قلت له: هو مين الراجل ده وحكايته ايه؟ رد عليا وقال: شكلك مش من هنا، بس شكلك فضولي وانا هحكي لك، بس عاوزك تيجي معايا. مشيت معاه لحد قبر مكتوب على الشاهد بتاعه: هنا يركض المرحوم سعيد محمد. رفعت ايدي ولسه بقرا الفاتحة، صرخة مدوية هزت الأرض لدرجة إني نزلت على الأرض من الصدمة. ومن ورا الشاهد شفت أكتر حاجة مرعبة شفتها في حياتي. شفت 3 تعابين سودا، منظرهم وحش قوي، خارجين من ورا القبر. أنا اتجمدت في مكاني، معرفتش أنطق من اللي أنا شايفه ده. الراجل الطرب اتكلم وقال: لا تؤذونه ولا نؤذيكم، سامحوه سامحوه. التعابين رجعت تاني ورا الشاهد واختفت. بصيت للراجل وانا مبلم ومش فاهم حاجة، عاوز اسأله هو في ايه، عاوز اقول له ايه اللي حصل ده، لكن الخرس كان متمكن مني. بس الراجل فهم انا عاوز اقول ايه، كان واضح من نظرتي ليه اللي كان كلها رعب. اتكلم الراجل وقال: تعالى معايا يا استاذ وانا هحكي لك على كل حاجة. انا عارف ان عندك مليون سؤال وعاوز عليهم اجابات. رديت عليه وانا متلخبط واسناني بتضرب في بعضها من الخوف وقلت له: اه، انا عايز افهم، عايز افهم ايه ده. الراجل قال لي: تمام، تعالى معايا نشرب كوبايتين شاي وانا هحكي لك على واقع حكاية سعيد. مشيت معاه وانا تايه ووصلنا الأوضة من الطوب الأحمر. دخلت معاه وقال لي: اقعد يا أستاذ وانا هعلق على الشاي. ما تخافش، انا هحكي لك على كل حاجة. انا مقدر الخضة اللي انت فيها ومقدر الفضول اللي عندك. كنت ساكت ومستنيه علشان يخلص، كنت عايز اسمع كل حاجة. قعد قدامي وفي ايده كوباية الشاي وقال لي: انا عمك صلاح التربي، ماسك ترب البلد دي من زمان، ودي الشغلانة اللي ورثتها عن ابويا الله يرحمه. ياما سمعت حكايات واصوات كتير خارجة من المقابر، بس نصيحة ابويا كانت دايما سامعها في وداني. كان بيقول لي: مالكش دعوة بأي حاجة تسمعها، دول أموات وليهم العالم الخاص بيهم زي ما احنا لينا عالمنا. أنا بس حبيت أفهمك ده علشان تستوعب اللي هحكيه. الحكاية بتبدأ مع سعيد، شاب طموح ومتدين جدا، خريج كلية الهندسة بتقدير امتياز، عايش مع والده الأستاذ محمد ووالدته الست سعاد، حياة هادية ومستقرة لأقصى درجة. كل حلم الشاب ده إنه يتجوز البنت اللي كانت حب حياته. كان اسمها أمنية، كان بيحبها حب جنوني،
وأقدر أقول لك إن هي كمان كانت بتحبه. وقرر سعيد إنه يتقدم للبنت دي، قرر يدخل الباب من بابه، وفعلا كلم والده علشان يروح يتقدم لها. وافق الأستاذ محمد وأخد ابنه ومراته وراحوا تقدموا الأمنية. وعلشان سمعتهم الكويسة جدا في البلد، وافق ولد أمنية على سعيد. فرحة سعيد يومها كانت ما توصفش، حلم حياته خلاص هيتحقق وهيتجوز أمنية. لكن في جانب تاني من حياة سعيد، سعيد كان شاب متدين جدا، وكان قريب من ربنا جدا، مش بيفوت فرض وحافظ القرآن الكريم. ده غير الأعمال الخيرية اللي بيقوم بيها، كان بيوزع على المحتاجين أكل ولبس وفلوس. وفي يوم كان سعيد بيتصفح الإنترنت، شاف فيديو لشاب ملحد بيتكلم وبيسخر من الدين، وبيقول: ولا مرة دعيته وحقق لي اللي أنا عاوزه. سعيد كان حزين جدا من اللي بيتقال، وكتب تعليق للشاب ده إنه هيتحاسب حساب كبير عند ربنا يوم القيامة. وكان رد الشاب عليه إن سعيد موهوم، وهيجي يوم وهيعرف ده. سعيد اتأكد إن الشاب ده لا يؤمن بوجود ربنا سبحانه وتعالى، يعني ملحد، لكنه كان فاكر إن الشاب ده بيعمل كده علشان هوس الريتش والترند. وما كانش يعرف إن دي شباب اتضحك على عقولها بكلام كتير علشان يشوهوا الدين بالطريقة دي. سعيد قفل الفيديو وهو حزين جدا من الحالة اللي وصلنا لها، وقال ربنا يهديه. ونام سعيد في اليوم ده وهو مش حاطط في باله أي حاجة، ونسي الموضوع. لكنه لما صحي وفتح تليفونه لقى رسالة من شخص، أيوة هو نفس الشخص صاحب الفيديو، وكان كاتب لسعيد رسالة. عرفه بنفسه وقال له: اسمي كمال، عايش حاليا في كندا. كنت مؤمن زيك بمعتقدات كتير، كنت بدافع عن الدين، بس لما ركزت لقيت إن ولا مرة دعيته واستجاب، وأخد مني أعز الناس من غير سبب، ودعيته يرحمني لكن ما كانش فيه رحمة. عرضت نفسي للخطر وسافرت بطريقة غير شرعية على بلد بره، وهناك أعجبت بطريقة تفكيرهم، وإن الواحد بيعمل حاجة وبيدفع تمنها دون تدخل أي حد. تسمح لي أسألك كم مرة دعيت واستجاب؟ لما تشوف رسالتي اتواصل معايا، ولو مصمم على تفكيرك أنا بدعيك لتحدي على التيك توك، والناس هي اللي هتحكم بينا. منتظر ردك. سعيد حس إنه قدام إنسان مريض بيتربح بازدراء الدين ورمي الشبهات، وعاوز يجمع ريتش في موضوع التحدي ده. ولكنه فكر في الموضوع بشكل تاني، وقال إن لو مرضتش عليه أو رفضت التحدي كده هيخليه يتكلم عليا ويقول إني خايف من المواجهة. ورد سعيد عليه وقال: رغم كلامك اللي بالنسبة لي كلام مضحك جدا، إلا إني مستعد أتحداه وأوضح للناس كلها كذبك وعقليتك المريضة. بلغني بميعاد التحدي وأكون موجود في وقتها. رد عليه الشاب بسخرية وقال له: هنشوف يا سعيد مين فينا اللي كلامه مضحك. ميعادنا الخميس الجاي الساعة 10 بالليل، أتمنى ما ترجعش في كلامك. سعيد حس إنه قدامه فرصة إنه يظهر حقيقة الناس دي قدام الجميع، وإنه يعرفهم مقامهم كويس، لكن ما كانش يعرف تدابير القدر. بعد كام يوم من المحادثة دي، سعيد صحي على خبط كتير على باب الأوضة. أما فزوعه وهو بيقول: مين؟ مين اللي بيخبط؟ كانت والدة سعيد. قام فتح الباب، لقى والدته منهارة من العياط وسألها: في إيه يا أمي؟ مالك؟ بتعيطي ليه؟ ردت عليه والدته وهي منهارة وقالت له: أمنية ماتت يا سعيد. الخبر نزل على سعيد زي الصاعقة، وقال لها: انت بتقولي ايه يا امي؟ انت بتهزري صح؟ قولي انك بتهزري. امه قالت له: امنية نزلت علشان تجيب طلبات للبيت، وهي بتعدي الشارع عربية خبطتها وماتت. ماتت يا ابني، راحت اللي احسن مني ومنك. سعيد انهار ووقع على الارض وهو ماسك دماغه وفضل يصرخ، حاجة توجع القلب بجد. ما كانش مصدق ان حب عمره ماتت ومش هيشوفها تاني. نزل سعيد واهله من البيت، وطول الطريق سعيد عمال يقول: أكيد ده كابوس، أو هي بتعمل فيا مقلب، أكيد ده مش حقيقي. وصل سعيد لبيت أمنية، ولقى الناس لابسين أسود، والصوات والعويل مالي المكان. داخل البيت بيدور وسط الوشوش على حب عمره، عاوز يلمحها. لقى أبوها بيحضنه ويقول له: أمنية، أمنية راحت يا سعيد، راحت يا سعيد. سعيد دخل أوضتها زي المجنون، لقاها على السرير متكفنة. جري عليها وهو بيعيط وبيقول لها: سبتيني ليه؟ أنا ماليش غيرك في الدنيا دي. طب كنت قلتيلي كنت جيت معاكي، والله كنت هرافقك حتى في الموت. حاول الناس يبعدوا عنها، لكن هو كان بيدفع الناس بعيد ويقول لهم: لا، محدش يبعدني عنها، هي هتقوم، هتقوم. قومي يا أمنية، قومي انت عايشة، ما تسمعيش كلامهم، انت عايشة يا أمنية.
الناس خرجت سعيد بصعوبة من الأوضة. سعيد ما كانش قادر يستحمل ووقع على الأرض فاقد الوعي، لكنه شاف حلم غريب. سعيد شاف نفسه في أرض واسعة. سعيد شاف نفسه في أرض واسعة وفاضية، والصحراء بتحيط بيه من كل حتة، والدنيا كانت ليل. فضل ماشي وهو مش فاهم إيه اللي جابه هنا، لحد ما وصل لشجرة كبيرة قعد تحتها. وهو قاعد سمع صوت رجلين ماشية على الأرض وحد بيقرب منه. لما دقق النظر شاف أمنية لابسة أبيض في أبيض زي الملايكة، واقفة بتشاور له. سعيد قام وهو بيجري ناحيتها وبيقول لها: أنت عايشة؟ أنا كنت متأكد إني مش ههون عليكي. لكن في لحظة ملامح أمنية اتحولت لشيطان دميم، وصرخ في وش سعيد ووقع على الأرض. وفاق لقى نفسه في المستشفى بيحاول يستوعب إن كل ده حقيقة وإن أمنية ماتت. حالته النفسية كانت بتسوء يوم عن يوم. معذور، لما الواحد بيحب بجد وبيفقد اللي يحبه لازم تكون دي النهاية. محدش كان عارف هو هيتعافى امتى. كان رافض الكلام والأكل، وده اللي خلى قعدته في المستشفى تطول. وفات شهر وسعيد لسه محجوز في المستشفى، قلبه مكسور وروحه باهتة. ظهر على ملامحه الضعف، ووشه بقى شاحب زي الأموات. الشعر غطى راسه ولحيته خفت ملامح وشه، وكأنك واقف قدام إنسان ميت فقد كل شيء قبل ما يموت. وبدأ سعيد بعد مرور الشهر ده رحلة من العلاج النفسي على إيد دكتور وائل. رحلة علاج كانت مفيدة لسعيد علشان يرجع للحياة من تاني، ويعرف إنها مكملة ومش بتقف على حد. وبعد فترة خرج سعيد من المستشفى، وأول حاجة عملها قرر إنه يزور قبر أمنية. ودي كانت آخر مرة أشوفه فيها قبل يوم الكارثة. قلت له: كارثة إيه يا عم صلاح؟ قال لي: هحكي لك لسه، أنا هبدأ أحكي لك المعاناة. سعيد وقف قدام قبرها ودموعه مغرقة وشه واتكلم وقال: أنا عارف إنك سمعاني، عارف إنك موجودة حواليا. أنا ما كنتش أتخيل إني في يوم أخسرك أو تبعدي عني لأي سبب من الأسباب، حتى لو السبب ده هو الموت. أنا كان أهون عليا إني أموت أنا كمان، ولا أعيش اللي أنا فيه دلوقتي. أنت وحشتيني أوي يا أمنية. أنت مش عارفة أنا محتاج لك قد إيه. أنا محتاج لك أوي يا أمنية. وفضل سعيد يعيط بحرقة قدام قبرها، وبعدها قام ومشي من المقابر. حاله كان يصعب على الكافر. رجع سعيد تاني يفتح تليفونه بعد فترة من الغياب. فتح صفحة الفيسبوك علشان يلاقي رسائل كتير من نفس الشخص اللي اسمه كمال، وكان كاتب لسعيد مجموعة رسائل. كان باعت: واضح إنك قد التحدي فعلا. أنا كنت عارف إنك جبان. أنت واللي زيك عمرهم ما يعرفوا يواجهوا الحقيقة. كويس إنك اعترفت بضعفك. وبعدها بيوم رسالة تاني وكاتب فيها: أنا عرفت باللي حصل لك، شد حيلك، بس اسمح لي، أنا مش بشمت فيك، بس اللي حصل ده بيأكد كلامي. شفت إزاي ماتت وأنت بتحبها؟ شفت إزاي حرمك منها لسه بتؤمن بيه وبتثق فيه؟ فوق يا سعيد، وافهم إن كل حاجة بتحصل مش بإيده، وسيبك من الشعارات والكلام الفاضي ده. سعيد كان بيقرا كلام الشاب ده وهو غاضب جدا، لكن ما ردش عليه. للأسف سعيد بدأ يفكر في كلام الشاب الملحد ده وبدأ يصدقه، وقال: ليه ما جربش؟ مش يمكن يطلع صح. 4 أيام من التفكير المتواصل وسعيد حابس نفسه في أوضته ما بيخرجش، لحد ما قرر يعمل حاجة للأسف كانت بداية الطريق للهلاك. قرر إنه يبعت رسالة للشخص ده وقال له: مساء الخير يا كمال، أنا قريت كلامك وبغض النظر عن أي حاجة أنا هطلع معاك لايف على التيك توك، بس مش تحدي، لأ، أنت هتقدم للناس كدليل لإثبات كلامك، وأنا هحكي اللي حصل معايا وهقول إن لو فعلا موجود ما كانش حرمني منها. كمال كان فرحان جدا بكلام سعيد، وإنه أخيرا قدر يعمل عملية غسيل مخ للشاب ده، وقدر يقنعه بفكره المريض. ورد وقال: هو ده الكلام يا عم سعيد، أنا هجهز نفسي يا باشا وهنعمل اللايف ده وهيكسر الدنيا، وصدقني هتلاقي ناس كتير بتأيدك وواقفة جنبك. طبعا أهل سعيد ناس ملهاش في جو النت ده خالص، يعني مش هيتفرجوا على ابنهم ولا هيشوفوا هو بيقول إيه. وفعلا جهز كمال اللايف وكلم سعيد، والاتنين طلعوا في شكل تحدي على التيك توك. واتكلم كمال وقال: في الحقيقة يا جماعة أنا جاي النهاردة مش في تحدي، أنا جاي في كلام مهم جدا وبالدليل. مش عايز أقول لك يا أستاذ إن أول ما كمال ده فتح اللايف والشتايم انهالت عليه من كل حتة، ما الناس عارفة إني ملحد والعياذ بالله. واتكلم الملحد ده وقال: اشتموا براحتكم، ده مش هيغير فكري. أنا النهاردة هجيب لكم شخص من مصر أم الدنيا، شخص كان مؤمن وعارف ربنا كويس،
لكنه شاف الحقيقة وعرف إن اللي بيحصل ده مش بإيد حد. اتفضل يا سعيد. سعيد كان قلقان وخايف جدا، لكنه اتكلم وقال: أنا كنت ماشي ورا وهم وكلام جوه كتب، كنت مغيب عن الحقيقة. فكروا شوية بعقلكم، لو هو موجود هيحرمنا ليه من الناس اللي بنحبهم؟ ليه أخد مني أمنية؟ وأنا ما كنتش ضده، بالعكس، أنا كنت مؤمن بيه في الوقت اللي هو أخدها مني وحرمني منها. أنا بعلنها وأنا مش خايف منكم، أنا ملحد من دلوقتي. المشاهدات عليت والدعم زاد بطريقة غير معقولة، والناس كلها بدأت في كتابة التعليقات زي: حسبي الله ونعم الوكيل، هي الدنيا جرى فيها إيه؟ دي اختبار من ربنا بيختبر صبرك. وناس بتشتم. وفي وسط كل ده حصلت حاجة ما كانش متوقعة ولا على بال أي حد. ظهر من ورا كمان وهو بيتكلم تعبان أسود طويل، هو ما كانش شايفه. هو كان منهمك في الدفاع عن سعيد ورد على التعليقات. وفي لحظة التعبان هجم على كمال واتلف حوالين رقبته، عاوز يصرخ ومش عارف. عصر رقبته والدم نزل من بقه زي الشلال. كان منظر مرعب. سعيد قفل اللايف من الرعب اللي شافه قدام عينيه. وتعليقات الناس كلها: يا عظيم، يا منتقم، يا جبار، الله أكبر. كانت فرحة مش طبيعية للناس في موت الملحد اللي اسمه كمال ده. سعيد كان قاعد في أوضته بيترعش من الخوف والرعب، وما كانش عارف يتصرف ازاي. وفي عز ما هو في الوضع ده جات له رسالة من إيميل وقال له: ازيك مستر سعيد، أنا آدم، عاوزك تطمن خالص. اللي حصل لكمال ده طبيعي. كمال مربي زواحف في بيته، والزواحف دي ملهاش أمان، واحنا حذرناه كتير قبل كده وهو ما سمعش كلامنا. رد سعيد عليه وقال له: انت مين؟ وتعرف كمال منين؟ ومين انتوا؟ بتتكلم ليه بصيغة الجمع؟ رد آدم عليه وقال: هتعرف أكيد، بس احنا عاوزينك تنضم لينا وتكون عين لينا في مصر. رد سعيد عليه وكرر السؤال وقال له: انتوا مين عشان انضم ليكم؟ وبعدين انا واحد عاجبه كلام كمال وفكر فيه ولقى منطقي، لكن اني انضم لحد ده مستحيل. رد ادم وقال: ومين قالك ان ده فكرنا؟ احنا مش ملحدين مستر سعيد، وده مش فكرنا. ولو انت انضميت لينا هتفهم كمال كان عاوز منك ايه، وانا هقولك احنا مين، وصدقني هتوافق. ما عندكش اختيارات. احنا منظمة ولينا ناس في كل دول العالم. هدفنا الحرية، وإن كل شخص يعمل اللي هو عاوزه بدون قيود. رد عليه سعيد وقال: أنا مش فاهم حاجة، منظمة إيه؟ واشمعنى اخترتوني عشان أكون معاكم؟ رد عليه آدم وقال له: كل الأسئلة اللي في دماغك هنجاوبك عليها لما تيجي عندنا، علشان تكون واحد مننا وتسيبك من الحياة الفاضية اللي انت عايشها دي. رد عليه سعيد وقال: أجي فين؟ هو أنا أعرف انتوا مين ولا عاوزين مني إيه؟ رد عليه آدم وقال له: هتيجي عندنا كندا، هتعرف وقتها تعيش حياتك بحرية وتعبر عن كل اللي جواك بدون ما حد يمنعك. هتتجوز من عندنا وهتاخد الجنسية اللي هترجع بيها بلدك وتعمل اللي انت عاوزه ومحدش هيقدر يلمسك. هترجع قوي وليك حق انك تعمل اللي انت عاوزه بدون خوف. سعيد رد عليه وقال: سيبنا افكر وهرد عليه، واوعدك اني هفكر كويس. خلص الحوار بين سعيد وآدم، وبدأ سعيد يهدى شوية بعد ما اتأكد ان موت كمال كان بسبب الزواحف اللي هو مربيها في بيته، وإنه مش انتقام ربنا على حسب كلام آدم. نام سعيد في اليوم ده، والتاني مرة يفوق في مكان مش بيته. سعيد لقى نفسه في كهف من الحجارة الصلبة، وهو ماشي في طرقة طويلة مش عارف هو رايح فين، على يمينه وشماله مشعل من نار. فضل ماشي ومش عارف آخر الطرقة دي لحد ما وصل لناس لابسين أسود في أسود وواقفين في دايرة بشكل منتظم. وفي نص الدايرة كائن مفزع شكله بس يخلع القلب من مكانه. اتفتحت الدايرة والناس دي زقت سعيد في نص الدايرة، وبقى سعيد واقف قدام الكائن ده. الكائن بص لسعيد وقال له بصوت جش: اركع، اركع. سعيد قال له: لا، مش هركع. انت مين عشان اركع لك؟ رجع الصوت يتكرر تاني: اركع، اركع. وكرر سعيد رفضه للمرة التانية. ومع رفضه ايد الكائن ده طبقت على رقبة سعيد. فضل يصرخ ويقول: حد يلحقني، حد يلحقني. وفاق سعيد على ألم على وشه من أبوه الأستاذ محمد. قام سعيد وعدل نفسه على صوت أبوه وهو بيقول له: ليه؟ ناقصك إيه؟ رد عليا، حصل إيه علشان تلحد بربنا؟ قول لي ناقصك إيه؟ اتحرمت من إيه علشان تغضبه؟ خطيبتك ماتت، مش هتغلى على اللي خلقها وخلقك، مش نهاية الدنيا. هو كل واحد هيموت حد عزيز عليه هيلحد؟ طيب هو أنا معرفتش أربيك هو اللي غلط عليا؟
سمعتني كلام من اللي يسوى واللي ما يسواش. البث اللي انت طلعت فيه ده الناس كلها شافته. دفنت راسي في الرمل ليه؟ رد عليا. انا هقتلك واشرب من دمك. انت لا يمكن تكون ابني، لا يمكن تكون ابني. سعيد قال له بابا، انا عارف اني غلطت، بس انا عاوز فرصة حضرتك تسمعني. قال له اخرس، انا من النهارده مش ابوك، انا ما عنديش عيال. اطلع بره بيتي يا ملحد يا كافر، اطلع بره، خد شنطتك دي وغور في داهية. سعيد نزل الشارع والدموع مغرقة وشه. ما كانش متخيل ان ده ممكن يحصل، وان ابوه يطرده من البيت وبقى في مواجهة الناس في الشارع. اتعرض سعيد للشتيمة والضرب من اهل منطقته. كان بيجري زي الحرامية علشان محدش يلحقه، وكل ده بسبب الكلاب اللي خلوه مشي في طريق غلط وألحق بالله تعالى. فضل سعيد ماشي مش عارف هو رايح فين، خلاص بقى منبوذ من الكل ومحدش بقى عاوز يشوفه، لحد ما قعد تحت شجرة وفضل يبكي. لكن وهو قاعد تليفونه رن، ورقم غريب من بره، رقم مش مصري. رد عليه وقال ألو، مين معايا؟ رد واحد وقال له أنا آدم يا مستر سعيد، أخبارك إيه؟ سعيد قال له يا أخي ملعون اليوم اللي عرفتكم فيه. أنا اتدمرت وأبويا طردني من البيت والناس ضربتني وكل ده بسببكم. رد آدم وقال له اهدى يا مستر سعيد، انت خلاص هتيجي عندنا كندا. احنا بعتنا لك كل الأوراق الخاصة بيك علشان تسافر وتيجي عندنا. هتروح دلوقتي المطار، هتقابل واحد هناك اسمه مستر جرجس، هيديك كل الأوراق الخاصة بيك علشان تسافر. سعيد قال له بجد؟ يعني أنا خلاص همشي من هنا؟ آدم قال له أكيد يا مستر سعيد، احنا على وعدنا معاك. سعيد ما ضيعش وقت وفعلا راح المطار وقابل جرجس واخد منه كل الاوراق. وفي ظرف يومين كان مسافر كندا علشان يبدأ رحلته لناس مجهولة ما يعرفش عنهم حاجة. وهناك قابل مستر آدم، كان شخص أعور بعين واحدة، واتكلم وقال نورت كندا يا مستر سعيد، انت دلوقتي هتنضم لينا، صدقني انك عمرك ما هتندم انك اخترتنا. سعيد قال له انا عايز افهم كل حاجة الاول قبل ما انضم ليكم. آدم قال له شوف مستر سعيد، زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا منظمة ليها عيون في كل مكان في العالم، وكل شخص في دولة بيعمل مطلوب منه. وكمال كان معانا وظيفته كانت إقناع الشباب بفكر الإلحاد، لكنه مش مبدأنا الأساسي. احنا قوة الشر في العالم مستر سعيد، هدفنا الخراب، وانت كمصري هترجع في يوم لبلدك على انك معالج روحاني وانك رجعت تاني للإسلام. ولكن في الحقيقة انت مش هتكون منفعة ليهم، انت هتكون اكبر ضرر وفساد لكل اللي يفكر يجيلك. سعيد قال له انا كده مش فاهم حاجة يا مستر آدم، انت ملحدين ازاي وفي نفس الوقت مؤمنين بالسحر المذكور في الاديان السماوية؟ آدم قال له احنا ممكن نعمل اي حاجة مقابل تحقيق هدفنا الاكبر اللي هو السيطرة على العالم. هو ده هدفنا مستر سعيد، وانت وزيك كتير بيساعدونا جدا علشان نوصل لهدفنا. اتفضل يا مستر سعيد، الكتاب ده فيه طلاسم وتعاويذ نادرة جدا بتسبب هلاك ودمار. لو درسته كويس هيكون عندك مقدرة انك تعمل المطلوب منك. انت هتكون العين بتاعتنا في مصر علشان ننفذ اللي احنا عاوزينه. سعيد فهم وعرف هو قدام مين. الموضوع بقى واضح ومش محتاج شرح. فكر سعيد يتراجع، لكن خلاص الوقت كان فات. بعد ما آدم خلص كلامه وصل سعيد للشقة وفهمه ان دي شقته لحد ما يكون جاهز للمطلوب منه. سعيد كان قلقان بس ما كانش عنده اختيار تاني. في الوقت ده كان الأستاذ محمد أبوه بيدور عليه زي المجنون، سأل عليه في الأقسام والمستشفيات وعرف في الآخر إنه سافر وما كانش عارف هو سافر إزاي. سأل نفسه جاب باسبور منين وفلوس وتأشيرة، كان عايز يعرف كل ده. في الوقت ده ابنه كان بيقرأ ويتعلم فنون السحر الأسود وبيجهز نفسه لتنفيذ مخططهم. سعيد فتح الكتاب وبدأ يقرأ منه. عاوز أقولك إنه كتاب من أخطر كتب السحر في العالم. وهو بيقرأ طلسم من الطلاسم اللي في الكتاب حس إن نفسه بيضيق وبيتخنق ووقع على الأرض. كل أنوار الشقة انطفت. في اللحظة دي الدنيا بقت عتمة، استسلم لفقدان الوعي. لما فاق لقى نفسه في أرض بور، الأرض اللي كان فيها شقوق وبرق ورعد ومطر. وعلى بعد أمتار منه شاف بيت صغير خارج منه صراخ لوحده، وبص من الشباك لقى اللي بتصرخ أمه وأبوه متسلسل وقدامه نفس الكائن بنفس هيئته اللي تخلع القلب من مكانها. ما كانش فاهم ايه ده وفي ايه، لكن اللي شافه لما دق النظر شوية ان ابوه فقد بصره وما كانش قادر يشوف اللي قدامه. فاق سعيد من الحالة دي، لقى تليفونه بيعمل صوت المسج بتاع الماسنجر.
مسك تليفونه وفتح رسالة، وهنا كانت الصدمة. الرسالة اللي كانت مبعوثة لسعيد كانت من ابن عمه، وكان قايل له: سعيد انت فين؟ احنا عرفنا انك سافرت، بس اكيد ما تعرفش اللي حصل. حصل حاجة غريبة اوي يا سعيد، ابوك فقد بصره، ابوك بقى كفيف من غير ما يتعرض لأي حاجة، وكله مستغرب ده. ارجع، ابوك عايز يسمع صوتك، حرام عليك اللي انت بتعمله فيه ده. سعيد ما كانش مصدق اللي بيراه، كان حاسس انه في كابوس. ابوه فقد بصره بدون سبب، كلام ما يتصدقش. فكر سعيد انه ينزل مصر، بس كان متردد. مسك تليفونه وكلم ادم وقال له: الو، ايوه يا ادم، انا عايز انزل مصر، عايز انزل مصر بسرعة يا ادم. رد ادم وقال له: تنزل مصر ازاي؟ وبعدين هو حصل ايه؟ سعيد قال له: ابويا بقى كفيف، خسر نور عينيه، انا عايز اشوفه، عايز اشوفه يا ادم. رد ادم وقال له: سعيد انسى الكلام ده، مش هينفع، انت دلوقتي في كندا، وانا ما اقدرش ارجعك مصر غير لما تكون جاهز ويجي لي اوامر بكده. سعيد قال له: اوامر مين؟ انا معرفش الكلام ده، انا هنزل مصر ودلوقتي. ادم قال له: ايه صعب عليك؟ مش هو ده الشخص اللي طردك من البيت وخلى الناس كلها تضربك؟ وبعدين هتسافر ازاي؟ انت ناسي انك سلمتني كل ورقك بمجرد وصولك؟ يعني ما فيش سفر من غير اذني. سعيد قال له: ده ابويا يا ادم، يعني مهما حصل هيفضل ابويا. رد ادم وقال له: ده كلام شعارات يا سعيد، والكلام ده ما ينفعش هنا، ركز في المطلوب منك علشان تكون جاهز ترجع وتنفذ المطلوب. قفل سعيد المكالمة مع ادم وهو هيتجنن، خلاص عرف انه لازم هيعمل المطلوب منه، وخلاص بقى امر واقع. سعيد قرر انه هيسمع كلام ادم علشان هو ما يعرفش عواقب الرفض والعند، ومسك سعيد الكتاب من تاني علشان يقرا فيه ويتعلم. سعيد حس وهو بيقرا في الكتاب المرة دي انه مش لوحده، حس ان في ناس بتتحرك حواليه. اتلفت يمين وشمال، ما شافش حد، رجع علشان يكمل، لكنه حس بنفس سخن خبط في وشه. والأول مرة سعيد من يوم ما قال عن الإلحاد يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صرخة ضربت الأرض والأنوار كلها اتطفت، وفي اللحظة دي شاف سعيد أطياف بتتحرك حواليه، وفي الوقت ده آدم رن عليه. رد سعيد وقال: ألو، الحقني يا آدم، الحقني. آدم قال له: انت عملت ايه خليته غضب منك؟ عملت ايه هتودينا في 60 داهية؟ سعيد قال له: انا ما عملتش حاجة، والله ما عملت حاجة. آدم قال له: اسكت، دي اخر مرة اسمعك بتحلف فيها، انت عملت حاجة اغضبت منك سيدنا، عملت الغلطة الاعظم التي لا تغتفر. سعيد قال له: طيب انا عايز اعرف عملت ايه. آدم قال له: مش مهم، المهم انك لو عايز حاجة تكلمني، المرة دي سيدنا سامحك، المرة الجاية هتكون نهايتك يا سعيد. النور رجع وسعيد ما كانش فاهم حاجة، بس اتأكد انه ورط نفسه في حاجة هو مش قدها. رجع سعيد يدرس الكتاب كويس، وتعلم طلاسم وتعويذ تخرب حياة اي حد وتدمرها. اتطلب منه انه يعمل خلوة لمدة 40 يوم، ما يكلمش حد، كان بيصوم صوم غريب من الصبح للعصر، وعمل الحاجة المحرمة، استحمى بلبن، يعني كفر بنسبة 1,000,000%. سعيد بقى حاجة تانية، شيطان في طوب بني آدم، خروجه للشارع هيخلف على الناس خراب وتدمير، وكأن إبليس هيخرج وهيكون في مواجهة الناس. لكن الحاجة اللي رفض إنه يعملها ومحدش كان فاهم السبب، السجود للشيطان، كان خط أحمر ورفض يعملها. وأخيرا اتقابل آدم وسعيد من تاني، ودار بينهم آخر حوار قبل نزول سعيد لمصر. سعيد بدأ الكلام وقال: أخيرا يا آدم هنزل مصر. آدم قال له: هتنزل يا شيخ سعيد، بس هتنزل عشان تنفذ المطلوب منك، مش نازل فسحة. سعيد قال له: أكيد، بس إيه هو المطلوب؟ آدم قال له: أنت هترجع مصر على إنك الشيخ سعيد اللي كان عايش في السعودية ورجع لدينه وبقى معالج روحاني. صدقني الناس اللي ضربتك هتدفع التمن غالي. سعيد قال له: تمام، أنا جاهز. وفعلا سعيد جهز نفسه علشان يرجع مصر، وكان لابس جلباب أبيض وعنده لحية كثيفة، ونزل مصر وهو محدد هدفه كويس، هدفه في الخراب والدمار والانتقام. رجع سعيد وأول حاجة عملها إنه راح يشوف أبوه اللي ما بقاش شايف حاجة. أول ما دخل الشارع محدش عرفه، والناس كلها كانت بتسأل مين ده. سعيد ما تكلمش مع حد وطلع بيته، والشارع كله سمع صوت الزغاريد والفرحة في بيت سعيد، وتعرف إن سعيد رجع
ومش أي رجوع، ده رجع الشيخ سعيد المعالج من المس والسحر. فرحة الأستاذ محمد ما كانتش تتوصف في اليوم ده، وقال للناس كلها ابني رجع لطريق الحق وطريق النور، والناس كلها صدقت. لكن محدش عارف سعيد كان ناوي على ايه. كل اللي كان شايفه وهو واقف جنب أبوه الناس عمالة تضربه وهو بيحاول يهرب. مشهد حلف لا يندمهم عليه. سعيد صمم إنه هياخد شقة صغيرة علشان يستقبل فيها الحالات، وانت عارف يا ابني الجهل اللي سايد بين الناس. سعيد أخد الشقة وقال إن أي حد بيعاني من مشكلة يروح له والحل عنده. وفعلا من تاني يوم بدأت حالات كتير تروح لسعيد، واحدة عاوزة جوزها ما يشوفش غيرها، واحدة عاوزة تحمل، واحد عاوز يخلص من حد بسبب ورث. وسعيد كان بينفذ وبياخد منهم فلوس كتير، كان محقق منهم أكبر استفادة. لحد ما جاله واحدة اسمها هانم طلبت منه إنها عاوزة تعمل سحر لأخو جوزها، عاوزاهم يخلصوا على بعض أو حد فيهم يخلص على التاني. سعيد سلط عليهم شيطان زرع عداوة بين الإخوات، وخلى جوز هانم ولع في بيت أخوه. جحود سعيد خلاه ينتقم من كل حد أذاه. الخراب والدمار حل على المنطقة كلها، لحد ما حصلت حاجة كانت على وشك إنها تغير تفكير سعيد. رسالة من شخص اسمه قاسم على الماسنجر قال له: مساء الخير يا مستر سعيد، أنا قاسم، أرجوك اقرا رسالتي بحرص شديد. أنا كنت منضم للتنظيم، وأنا اللي كنت مكلف بدمار حياتك للخضوع للتنظيم. السحر اتمارس عليك قبل انت ما تتعلمه. لما انت رفضت الفكر الإلحادي اتعامل سحر بالخراب، وده الطلب مني. موت خطيبتك ما كانش صدفة يا مستر سعيد، ده كان سحر. وفقدان والدك لبصره برضه كان سحر. أنا بعدت عنهم وحبيت أقول لك الحقيقة. أنا عارف إنك ممكن ما تصدقنيش، ولكن دي الحقيقة. سعيد ما كانش مصدق اللي قراه، وتواصل مع آدم اللي رد على الاتهامات دي بكل بجاحة وقال: أيوة كلام قاسم صحيح، هو ما كدبش عليك، إحنا اللي عملنا فيك كده ونجحنا إننا نحول إنسان متدين لملحد. ده انتصار لينا من غير ما نضرب طلقة واحدة. بس ما تنساش إننا وقفنا جنبك علشان تاخد حقك. سعيد ما كانش عنده ردة فعل، قفل السكة في وش آدم وهو مش عارف يتصرف إزاي. بس رغم كده سعيد مرجعش عن فكره، بالعكس ده قرر يعمل حاجة محرمة. سعيد قرر إنه هيطلع جثة أمنية من القبر وهيحضر روحها. تفكير جنوني لشخص فقد عقله. الليلة الأخيرة في حياة سعيد الليلة اللي سعيد جمع فيها أصحابه بتوع زمان، وفضلوا يشربوا ويسكروا في المقابر، وسعيد بقى يتكلم كلام كله كفر وإلحاد، وحكى لأصحابه كل اللي حصل معاه. بس أصحابه قالوا عليه سكران. وفي نهاية اليوم ده نزل سعيد قبر أمنية وصرخ بأعلى صوت وقال: أنا بتحداك إنك ما تقدرش تعمل حاجة، أنا هاخد جثتها ومش هتقدر تمنعني. أنا بتحداك، لو أنت موجود رد عليا. في اللحظة دي صحاب سعيد سمعوا صرخة سعيد اللي هزت الأرض، منهم اللي هرب ومنهم اللي نزل القبر. والصدمة 3 تعابين ملفوفين حوالينه ومخلصين عليه. عقاب ربنا كان شديد، وسعيد مات الموتة اللي يستحقها. بس يا ابني هي دي الحكاية. خلص عم سعيد الحكاية وشكرته ومشيت. بس دي مش مجرد حكاية، ده واقع بنعيشه كل يوم. تحارب العقول، وللأسف هما فيها طرف قوي، لكن احنا الأقوى بربنا.